هما 3 مكونات بس، مين اللي قال لِك إن الغريبة بينضاف عليها بياض بيض؟ مين قولي لي بس؟ هنعملها النهارده مع بعض بطريقة سهلة ومش هتبصّم في إيديك وهتطلع دايبة وناعمة وما فيش بعد كده. 3 مكونات ما لهمش رابع، دقيق، سكر، سمنة. معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت، معايا 600 جرام من السمنة البلدي الساقعة الخارجة من التلاجة، و300 جرام من السكر البودر، وزي ما قُلت لكم كل مرة أنا بافضّل إن أنا أطحن السكر البودر في البيت. الدقيق بتاعي منخول وعليه رشة من الملح هاركنه على جنب، بولة أو طبق هانزل عندي ب600 جرام من السمنة البلدي، عليهم 300 جرام من السكر البودرة، وهاطحنه كويس جدًا، وأهم حاجة بقى وأنتِ بتضربي السمنة مع السكر، إنِّك تنزّلي الجوانب أول بأول عشان تضمني إن السكر والسمنة انضربوا كويس جدًا مع بعض. بعد كده هانزل عندي بكيلو من الدقيق، والغريبة من النواعم اللي ما فيش عليها أي إضافات سوائل خالص، يعني هانزل بالدقيق بتاعي وهاعجنها بقى كويس جدًا علشان أخدمها في العجن. الغريبة يا بنات من النواعم اللي مهمًا تعجني فيها مش هتفشل معاكِ ولا حاجة، لإن هي عبارة عن دقيق وسكر وسمنة، فما فيش سوائل خالص عشان تنشّط عرق الجلوتين عندنا. أنا خدمت العجينة بتاعتي كويس بالشكل ده كده، هناخد كورة بقى أو هناخد قطعة نكورها لو ما عملتش أي تشقُّقات يبقى كده العجينة بتاعتنا مضبوطة. لو أنتِ هتشكّليها بالقمع هتشكّلي على طول، لو أنتِ هتشكّليها بقى التشكيل الكلاسيكي هتغطّيها وتدخّليها التلاجة لمدة ربع ساعة وده اللي أنا عملته. أنا غطّيتها ودخّلتها التلاجة لمدة ربع ساعة، بعد ربع ساعة خرّجتها من التلاجة. عندي هنا لوز وبندق ومكسرات مجروشة. عندِك سوداني تمام، عندِك اللولي بتاع الغريبة ده اللي بيتباع عند مستلزمات الحلواني برضه تمام. لو ما عندكيش ده ولا ده ببصمة الكحك كده هتبتدي تشكّليها، تعمليها سادة خالص بتبقى جميلة وأنا من الناس بصراحة اللي باحبها سادة. حجم الغريبة عندِك من 10 ل11 أو 12 جرام، ما تزيدش عن كده، لو زادت عن كده بتبقى وحدة الغريباية كبيرة كده، فأنا بافضّل الحجم ده، ما بين 10 أو 11 أو 12 جرام. بتشكّليها بالشكل ده كده، بتضيفي عليها بقى واحدة لوز أو بندق أو المكسرات المجروشة أو بصّمة الكحك لو أنتِ ما عندكيش أي نوع من المكسرات دي أو سوداني. يا بنات ما فيش صفار بيض بينضاف في الغريبة، الغريبة هي كده، 3 مكونات دقيق، سكر، سمنة، ما فيش بياض خالص. الفيديو اللي تلاقيه بيقول لِك ضيفي بياض بيضا في عجينة الغريبة افصليه ما تشوفيهوش، بجد والله. الطريقة دي جميلة جدًا وبتطلع ما بتبصّمش ولا أي حاجة، الغريبة الملوكي دي بقى في حتة تانية، الكلاينت عندي بيعشقوها. أنا خلّصت تشكيل الغريبة بتاعتي بالشكل ده كده، تمام. الأشكال دي كانت بالتيب ده، بس للأسف الخطوة دي لقيتها ما اتصوّرتش، بالكيس الحلواني والتيب بتاع البيتي فور وعملت الأشكال دي، تمام. الفرن بتاعنا سخن شغّال من تحت بس، درجة الحرارة بتاعتِك متوسطة تميل للهادية، تمام. الغريبة ما بنشغّلش من تحت، بتدخّليها الفرن بتقعد عندِك 10 دقايق بالضبط وتخرّجيها. وغريبة ما بتقعدش أكتر من كده، تطلع معاكِ أحلى غريبة دايبة، تسيبيها في الصاج ما تجيش ناحيتها ولا تحرّكيها لحد ما تبرد تمامًا، وتطلّعيها بالشكل ده كده، ولا بتبصّم في الإيد ولا أي حاجة خالص، بس أهم حاجة لمّا تطلع من الفرن ما تلمسيهاش ولا تيجي ناحيتها، لحد ما تلاقيها بردت تمام، غريبة دايبة ناعمة من غير أي تعقيدات. كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، مستنية بقى تجرّبوا الغريبة بالطريقة دي وهتعجبكم أوي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، قبل أي حاجة ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. تريكات بسيطة بس بجد بتفرق معانا، امشوا على الخطوات بالضبط هتطلعوا أحلى غريبة دايبة وناعمة وما بتبصمش في الإيد. بس زي ما قلت لكم نمشي على الخطوات مظبوط، مفيش بياض خالص بينضاف للغريبة وبتطلع معانا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، مظبوطة وما بتبصمش وطعمها بجد تحفة. متهيأ لي ما فيش أحلى ولا أشيك من كده غريبة ممكن تعمليها في البيت.